خلي بالك هي لو مستعبه مش هتجيب نتيجه، فانت لازم تكون مش قادر ولازم تكون تعبان ولازم تكون بتتحرق حرفيا عشان النتيجه كبيره. عملت كونتنت قريب من الكونتنت ده، عملته على فيسبوك، طلعت ممثله مشهوره كتبت لي كومنت مسحت بكرامتي الارض. انت ما بتفهمش، وممثله فخدت بقى كميه لايكات قد كده. وانت ما بتفهمش حاجه وانت ما تعرفش. هو انت مين انت اللي طلع تتكلم؟ انا بسهر مع نجيب ساويرس كل يوم. ما هو بيسهر وبيستمتع بحياته وما بيعملش كده. طب يا بنت 60 في 70 انت بتقارنيني انا بنجيب ساويرس؟ طب يا بنت 60 في 70 انت عارفه نجيب ساويرس ده اتحرق 50,000 مره في حياته، اذا كان هو ولا ابوه ولا كل عيلته دي عشان يبقى هو عنده اللكجري اوف تايم وماني، اللي هو قاعد النهارده سهران وعنده 48,000 موظف بيعملوا حاجته. انت عارفه كميه الافورت والمجهود والحرق حرفيا في فلوس، في وقت، في مجهود، في مذاكره، في كل حاجه في الدنيا عشان يبقى عنده هو اللكجري اوف الساعتين اللي انت حضرتك شفتيهم فيه. فبقت كده زي بالظبط اللي بيشوفها هي ويقول هي عملت ايه يعني في المسلسل. لا هي عملت، ما كانتش قاعده في تكييف، كانت كل شويه الميك اب بيبوظ ويجي لها ميك اب، كان كل شويه مخرج يقول لها كات ولا عيدي من الاول، وكان لازم تقعد تذاكر الورق. ما في 50,000 يوم احنا بنقعد نشتغل عليه عشان حضرتك تعملي المشهد ده في المسلسل. فانا بس عايز اقول للجمهور اللي قال لنا في الاخر اعمل ايه، هي اختيارات في الحياه، فانت اختار تستمتع دلوقتي او تشتغل دلوقتي.